احذر من الغلاء. قبل ما اعرفك بيظهروا فين والمين لازم اعرفك حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنهم، ولو ظهروا لك تتعامل معاهم ازاي. لايك ومتابعة وشوف اللي جاي. الغيلان يا صديقي نوع من انواع الجن اللي بيظهر في الصحراء والاماكن المهجورة، ومش شرط كمان يظهر في الاماكن المهجورة، ممكن يظهر لك في اي مكان لو انت عايش فيه لوحدك وبعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. الناس كلها كانت بتقول عليه قصص وخيالات بسبب انه ما بيظهرش نهائيا في العصر الحديث بتاعنا، والناس كلها كانت بتسمع عنه بس وعمرها ما شافته غير لما ظهر في مدينة ديرنا اللي في ليبيا. ساعتها الناس كلها عملت بحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. عايز أقول لك إن مدينة ديرنا كلها كانت بتأذن في الشوارع وفي البيوت بسبب خوفهم طبعا من اللي شافوه. والشيخ عثمان الخميس قال إن الغيلان دي مش نوع من أنواع الجن، بل بسبب إن الغيلان قصة مرعبة البشر بيخوفوا بيها أطفالهم. الكلام ده من قديم الأزل، الجن فعلا بقى بيتشكل على هيئتهم للبشر. خلي بالك على نفسك. سلام.